وصل بالسيارات الهندية للعالمية، وتحدى كبرى العلامات التجارية، فلقب بأبو الصناعة في الهند. إنه ابن الأغنياء راتان تاتا. ولد راتان تاتا في عام 1937 في مدينة مومباي الهندية، لواحدة من أغنى العائلات الهندية التي تمتلك مجموعة تاتا جروب. تخرج راتان من جامعة هارفارد في قسم إدارة الأعمال، رغم أنه كان مقدرا له أن يتولى إدارة هذه المجموعة العملاقة، إلا أن بداية راتان تاتا في العمل بمجموعة أسرته العريقة ضمن قسم صناعة الحديد، وعمل في قسم تبريد الحديد برفقة الموظفين في هذا القسم. في عام 1971 تولى منصبا في مجال مختلف تابع للشركة، بعد أن تم تعيينه مديرا تنفيذيا لشركة الراديو والإلكترونيات الوطنية التي استحوذت عليها شركة تاتا لتعيد تطويرها. بداية من عام 1990 كان راتان تاتا مستعدا لإدارة شركة أسرته العريقة، وفي ذلك الوقت تولى مهمة تطوير الشركة ودفعها لمواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي. قرر راتان تاتا تصنيع سيارة صغيرة للركاب كأول شركة هندية تصمم سيارات ركاب، الحلم الذي سعى له راتان تاتا أياما وليالي ليتحقق له ذلك نهاية عام 1998. بعد طرح السيارة في الأسواق كان الإقبال عليها ضعيفا جدا وأقل مما توقعه تاتا، وهذا جعل شركة تاتا تفكر في بيع وحدة السيارات لعدم جدواها. في عام 99 أبدت شركة فورد الأمريكية رغبتها في شرائها من شركة تاتا، وبالفعل ذهب تاتا مع فريقه إلى مقر شركة فورد في مدينة ديترويت الأمريكية لمقابلة بيل فورد رئيس الشركة. وبعد اجتماع لمدة 3 ساعات قام بيل فورد بإهانة تاتا قائلا: أنتم لا تعرفون شيئا في صناعة السيارات، فلماذا تم تصنيعها؟ سنقدم لكم خدمة عظيمة بشرائها منكم. غضب راتان غضبا شديدا ولم يكمل الاجتماع، وسافر في نفس الليلة إلى نيويورك في طريقه لمومباي، وكان طوال الرحلة صامتا. في نفس الليلة قرر عدم بيع سيارته لأي شركة، وأن يعمل على تطويرها بدراسته للسوق ولحاجات ورغبات الزبائن في الهند، وبالتوازي مع المميزات التي كانت تقدم مع السيارات المستوردة. كان عملا شاقا ومتعبا. بدأت شركة تاتا في التوسع في السوق الهندية ومنها للعالمية، وفي عام 2008 أصبحت أحد سياراتها الأفضل مبيعا عالميا. كما استمر تاتا على مشروع تطوير العلامة التجارية الهندية منذ ذلك التاريخ، وحتى أصبحت شركة السيارات الأولى في الهند وبرزت على الساحة العالمية لصناعة السيارات. في نفس الوقت كانت الأزمة العالمية، وكانت شركة فورد تعاني من تحقيق الأرباح وضعف مبيعات لسيارات جاكور ولاند روفر، وهنا كانت الفرصة لرد الإهانة، حيث عرض راتان على شركة فورد شراء وحدة السيارات الجاكور ولاند روفر بقيمة 2.3 مليار دولار، عندما كانت تحقق خسائر كبيرة للشركة. وحينها قام بيل فورد مع فريق عمله بزيارة للهند ليلتقي براتان تاتا للمرة الثانية. قال بيل فورد أثناء الاجتماع: أنتم تقدمون خدمة عظيمة لنا بشراء وحدة السيارات جاكور ولاند روفر، شكرا لكم. كانت هذه هي أعظم فرصة لتاتا ليرد عليه إهانته له في ديترويت عام 1999. أصبحت جاكور ولاند روفر من أكثر السيارات مبيعا في شركة تاتا، حيث نجحت الشركة الهندية المتخصصة في صناعة السيارات الصغيرة الرخيصة والشاحنات، فيما فشلت فيه واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات. تمكنت تاتا من السيطرة على 10% من حصة السوق من سيارات الركاب في يوليو عام 2021، ووصل عدد منافذ بيعها إلى أكثر من 800 منفذ، بالإضافة إلى أكثر من 144 شركة في 80 بلد حول العالم. حقا إن أعظم انتقام هو النجاح.